يقص المنتخب المغربي شريط مشاركته السابعة في كأس العالم بمواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره البرازيلي المتوج باللقب 5 مرات، وسيكون ذلك على ملعب نيويورك نيوجيرسي ضمن المجموعة الثالثة من المونديال الأمريكي. إذا نعود من جديد إلى الاستديو. الكابتن سامي الطرابلسي، المنتخب المغربي هو دائما يكون الأول في المنتخبات العربية، المنتخبات الأفريقية، من حيث التأهل للدور 16 بداية، أيضا كذلك الفوز بالمركز الرابع هنا في قطر كأول منتخب عربي أفريقي يصل إلى الدور قبل النهائي ويحصد المركز الرابع كذلك. حسب رأيي المنتخب المغربي نتائجه ليست معناتها وليدة الصدفة. المغرب ابتدى في تحضير الأشياء هذه على مستوى كرة القدم من سنوات، بدأ التخطيط على المستوى الفئات السنية، ودايما بدأ معناتها إذا كانت تحب توصل أنت بمنتخب يكون متألق ويكون عنده نتائج كبيرة، لازم تبدأ من القاعدة، من الفئات السنية، تبدأ تبني في جيل اللي هو باش ياخذ المشعل في الفريق الأول ويتمكن معناتها من الحصول على لقب. هم حصلوا على مستوى فريق الشباب على كأس العالم، فريق الشباب، وهذا إنجاز بالنسبة للمغرب. واصلوا في التوجه هذا على المستوى الرؤية الرياضية للمغرب، وحسب رأيي هم في الطريق الصحيح. اليوم يمتلكون بخلاف الأكاديميات الموجودين عندهم، يمتلكون لاعبين على مستوى عالي وعالي جدا. ممكن خرجوا من المغرب ثم البعض اللي هما مواليد بلدان أوروبية ويلعبوا في أعتى الأندية. اليوم كي تحكي على حكيمي، تحكي على مزراوي، تحكي على دياز، بونو، تحكي على أيوب الكعبي، على سبيري، على بوعدادي، هذايا معناتها لاعب شاب 18 سنة، متوقع لاعب ليل، متوقع اللي يكونوا باش يكون واحد من فلتات ولا واحد من اللاعبين المميزين في كأس العالم. هذا حسب رأي المغرب تمتلك رؤية واضحة على مستوى كرة القدم، وكذلك تمتلك جيل ولاعبين ولا مخزون متاع لاعبين على مستوى عالي يلعبوا في أعتى الأندية وفي أفضل البطولات. معناتها احنا اليوم كي نشوفوا حكيمي بطل شامبيونز ليج، واحد من اللاعبين اللي ينافسوا كل عام على الكرة الذهبية، لاعب مهم جدا. خروج أكرد وخروج كذلك زلزولي، لو جاء في أي منتخب خروج لاعبين في القيمة هذه أكيد باش يأثر كثير. شفنا بالتأكيد، شفنا المنتخب مع حسب رأيي ماهوش يعني تخيل منتخب قطر بدون أكرم عفيف، ما عندك بديل له. طامة كبرى، هما خرج لهم زلزولي اللاعب متألق معناتها في فترة أخيرة، أكرد معناتها حسب رأيي زاد مدافع ممتاز، جابوا شادي رياض اللي موجود معاهم لاعب يلعب في كريستال بالاس، كذلك عندهم ديوب، عيسى ديوب لاعب قلب دفاع يلعب معناتها يلعب في فولام. كل اللاعبين يلعبوا في مستوى عالي وعالي جدا. مباراة حسب رأيي معناتها متراب، بالرغم اللي كونه البرازيل وتاريخ البرازيل، لكن تحس اللي كونه الكفة متوازنة، ما ثماش تفوق كبير للبرازيل. أنا نشوف اللي كونه بإمكان المنتخب المغربي حتى الفوز على المنتخب البرازيلي. أسماء كبيرة وأسماء كثيرة في صفوف المنتخب المغربي كما قال كابتن سامي الطرابلسي، يعني منتخب لا يتأثر بالغيابات مهما كانت، ليمتلك من القدرات والنجوم الكبار في صفوفه، ومن أبرزهم حكيمي وإبراهيم دياز، أيوب الكعبي، ومن خلفهم حارس كبير، حارس نادي الهلال بونو. كيف تقرأ ذلك من خلال هذه المباراة مع منتخب صاحب الرقم القياسي في الحصول على هذه البطولة كأس العالم 5 مرات؟ صحيح كابتن، بالبداية خلينا نذكر هل المنتخب المغربي تحضيره لهذه البطولة كان مستوى عالي ولا ضعيف؟ وأيضا منتخب البرازيل، منتخب المغرب لعب 4 مباريات ودية وكلها كانت جيد، لعب ضد النرويج، لعب ضد مدغشقر، لعب ضد باراغواي، لعب ضد الإكوادور. إذا لعب 4 مباريات ودية. منتخب البرازيل أيضا لعب ضد مصر، لعب ضد بنما، لعب ضد كروات، لعب ضد فرنسا. إذا كل فريق لعب ما يقارب من 4 مباريات ودية. هاي بالدرجة الأولى. بالدرجة الثانية لو يعني حللنا أداء منتخب المغرب في هذه المباريات وحللنا منتخب البرازيل، نتكلم من الناحية الفنية. منتخب البرازيل من الفرق اللي بيعملون لك ضغط عالي على أساس أنه ويسترجع الكرة من ثم يسجل. منتخب المغرب عملها أيضا هدفين من خلال الضغط والاسترجاع والتسجيل. إذا من ناحية الضغط كل فريق راح يعمل ضغط عالي يسترجع. إذا الفريقين يمتلكون هذه النقطة. بالإضافة كابتن نقطة ثانية، منتخب المغرب قدر أنه يسجل من 3 كرات ثابتة في المباريات الودية. بس كابتن الشيء بالشيء يذكر، هل منتخب المغرب عنده لاعبين إسراع في الأطراف؟ عنده لاعبين يجدون
التحول السريع. منتخب المغرب اليوم عنده مجموعة من اللاعبين اللي عندهم سرعة في الأداء وعندهم سرعة في التحول. منتخب البرازيل أيضا عنده نفس الأداء. فلما لو نجي نقارن سرعة لاعبين منتخب المغرب مع سرعة لاعبين منتخب البرازيل، نقدر نقول عنها مش بعيدة عن بعض، متقاربة. لكن منتخب المغرب ما حقق هذه البطولة إلا لأنه ما كان يلعب استحواذ. طيب كان يلعب دفاع جيد. طيب ومن ثم أنا عندي سؤال مهم للكابتن سامي الطرابلسي. هناك ربما مفارقة بأن هؤلاء اللاعبين لعبوا يا جنبا إلى جنب يا ضد. يعني تكلم حكيمي بالتأكيد لعب ضد فينيسيوس. إبراهيم دياز اللي معاه في الفريق، إبراهيم دياز زميل فينيسيوس في الفريق اليوم. كيف يطوع المدربان يعني هذه المفارقة، هذا التشابه؟ هو الاكيد معناتها معرفه اللاعبين ومعرفه الخصوم مباشره. معناتها احنا توكي تحكي مثلا دياز وفينيسيوس، وفي الجهه المقابله باش يكون ثم حكيمي من جهه فينيسيوس. اكيد اللي كونوا معناتها اللاعبين يحكيوا على الامكانيات الفرديه، على المهارات، على المناطق اللي يحب اللاعب هذا معناتها وين يستلم الكره، على فكره عند استلام الكره شنية معناتها دائما توجهه اللي يمشي للخط اللي يدخل العمق. معناتها اكيد اللي يكونوا اللاعبين معناتها يلعبوا في انديه كبيره ويلعبوا مع بعض اللاعبين البرازيليين، اكيد باش يقع تبادل اراء وتبادل بعض الافكار. معناتها انت بكره في المباراه عندك مزراوي وحكيمي، رافينيا وفينيسيوس. احنا نفس حكم المباراه، الوقت الضايع خلص، وقت المباراه خلص. سامحني الكابتن فهد فخر، وشكرا جزيلا لك الكابتن. الساعه 1 صباحا بتوقيت مكه المكرمه. تفضل عوض. واحدة من المباريات اللي تشغل صراحة الجميع، وهي ممكن تكون يعني أقوى المباريات وأجملها. هذه المباراة بخلاف كل المباريات اللي لعبت، الكل يترقب ينتظر المنتخب المغربي في ظهور جديد في نسخة 2026. 3 مواجهات سابقة ما بين المنتخبين، المنتخب المغربي والمنتخب البرازيلي. الرسمية هي واحدة كانت فيها خسارة للمنتخب المغربي. نتمنى انه من خلال مباراة اليوم بالظهور الجديد لمحمد وهبي انه المنتخب المغربي العربي يعني يحسن ويواصل بإذن الله. هذا ما نتمنى. بدر. والله مباراة للتاريخ أنا في اعتقادي، لأنه أولا المباراة للتاريخ، ثم أيضا هي واحدة من أجمل مباريات دور المجموعات، ما في أدنى شك، والأرقام والمعطيات تقول ذلك. أولا المنتخب المغربي رابع العالم في نسخة قطر، المنتخب البرازيلي على صدره 5 نجمات، المنتخب البرازيلي سادس ترتيب المنتخبات العالمية، والمنتخب المغربي سابع المنتخبات العالمية. لن تجد في دور المواجهات أو دور المجموعات. نتكلم بصراحة، متفائل اليوم. مواجهة صعبة عنوناها في البداية. المغرب والبرازيل لا شيء مستحيل. بالطبع. لماذا قلت لا شيء مستحيل؟ لأن المغرب لو حقق الفوز سيكون يا سيدي الكريم أول فوز يتحقق على منتخب برازيلي بالنسبة للمنتخبات العربية، ثم غيكون أول فوز يحققه المنتخب المغربي في افتتاحياته للمونديال. الجماهير المغربية دائما ما تكون مميزة، لها دور كبير وحاضرة في نيويورك. نتابع هذه الأجواء المميزة مع الجماهير المغربية بشكل خاص والجماهير العربية بشكل عام.
في التايم سكوير رددت سير سير سير، هكذا تردد الجماهير المغربيه، رايك؟ وهذه العباره يعني منذ قطر 2022 وهي تواكب وان شاء الله تستمر الليله، وان شاء الله تستمر، هذا ما نتمنى، لأنه سير الى المجد، سير الى تحقيق ما يتمناه المغاربه ويتمنى كل العرب. المنتخب المغربي ان شاء الله يحقق نتيجه طيبه. البرازيلي، المنتخب المغربي امام مباراه قويه صعبه، لو انه المنتخب البرازيلي ليس مع كارلو انشيلوتي بالضبط، ولكن ليس بتلك القوه مثل قبل. يعني المنتخب البرازيلي ما زال يبحث عن نفسه، غائب يعني من 2002 عن التتويج العالمي. وانا فرحت انه المنتخب المغربي سيلعب مباراته الاولى امام البرازيل. قل لي ليش؟ لانه المنتخب المغربي سيدخل هذه البطوله ليس كمنتخب سيفعل المفاجأة. هذه المرة الناس قريت له حسابه، يعني واخذة كل احتياطاتها. بما أن المنتخب المغربي وربما الثقة من اللاعبين أنه احنا كنا رابعين وربما سنقدم مستوى وقادرين ننتصر. المنتخب المغربي كي يواجه المنتخب البرازيلي سيركز لأنه أمام منتخب قوي. تصور المنتخب المغربي لا قدر الله المباراة الأولى كانت أمام اسكتلندا ولا هايتي واستسهل نوعا ما وكانت خيبة الأمل، ستكون مشكلة. لكن سيبدأ البطولة أمام منتخب برازيلي مركز. والجماهير، شوفوا الجماهير بأجواءها جميلة، الصغار والكبار، والتركيز والتشجيع، ونعلم أهمية واسم كأس العالم للبرازيليين. بالضبط، يعني انا هذه النقطه اللي حبيت ان اركز عليها، انه كي تلعب منتخب قوي مش تركز، التركيز مهم للاعب. لو كان منتخب اقل، منتخب المغربي سيعتقد انه انا رابع عالمي والاسكتلندا وهايتي سهلين. فهذا التركيز اللي انا نطلبه في اللاعبين المغاربه. ان شاء الله المنتخب المغربي في كل الحالات مهما كانت النتيجه اللي نتمناه ان تكون ايجابيه، انه راهو مباراه هايتي ومباراه اسكتلندا مازالوا، وانت يا منتخب يا مغرب يا اسود الاطلس ستكون بحول الله أقل وأقل الثاني. هذا اللي يلزم اللاعبين يركزوا فيه. جميل. أشرف حكيمي ذكر سنقدم كل شيء من أجل سعادة ومن أجل الكرة المغربية ومن أجل الشعار. صحيح، أنا بتفائل بأشرف حكيمي تحديدا، أكثر واحد بتفائل فيه المنتخب المغربي. بس أنا عايز أقول إذا كان لدى أسود الأطلس ما يخفونه بالفعل قبل هذه البطولة، وهو التعبير اللي أطلقه بدر في الحلقة الأولى، قال في نفسي رغبة أخفيها. إذا كان لديهم ما يخفوه فعليهم إظهار ما كانوا يخفونه بداية من هذه المباراة. لن يجدوا في مرحلة المجموعات وفي الأدوار الأولى أكبر من هذا التحدي لإظهار رغبتهم في الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة، وبدر يعلم ما هي أبعد نقطة ممكنة يتحدث عنها، وهذا ما نتمناه. في المقابل المنتخب البرازيلي كمان إذا أراد أن يعلن، المنتخب البرازيلي ليس من المرشحين الأوائل للفوز باللقب شأن المنتخب الفرنسي أو الإنجليزي، ولكن خبرة لاعبين المنتخب المغربي تواجده في الدوريات الأوروبية كذلك ستساهم اليوم. صحيح، بالنسبة للخبرات الكفة متوازنة إلى حد كبير ما بين المنتخبين. المنتخب البرازيلي كمان مطالب بأنه يظهر وجهه الحقيقي، وهذا ما لا نتمناه في هذه المباراة. عوض، في عندك هذه المواجهة تعتمد على كثير من الأمور، لكن دائما تكون مثل المواجهة هذه مواجهة جميلة ممتعة نتمناها للمغرب، لكن البرازيل كذلك حاضرة بصورة يريد أن يغير النسخ السابقة. اكيد، ويعني عطفا على ما شاهدناه في المباراه الاخيره للمنتخب البرازيلي امام منتخب مصر، صراحه المنتخب البرازيلي ليس هو بالفريق المخيف ولا بالاسم الكبير. توقعاتك؟ توقع التعادل لهذه المباراه. تعادل؟ انت في المباراتين تعادل. التعادل في المباراه. بدر رايك وكأن بدر؟ لا طيب، أنا مؤمن على أن المنتخب المغربي سيقدم مباراة رائعة وكبيرة جدا على غرار المنتخب البرازيلي. يعني لما تستمع لأنشيلوتي، تستمع لفينيسيوس، تستمع لحكيمي الوهبي، الكل يجمع على أن في كل الأحوال مباراة صعبة، لكن ستكون مباراة ممتعة. كارلو أنشيلوتي لا تغلقك؟ لا ابدا ابدا، هو مدرب قوي، مدرب كبير، ولكن مدرب كبير لكن لا اعتقد يحتكم الى نفس الجيل. نحتكم لكلامه قبل هذه المواجهه.